منذ مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية لم تهدأ النقاشات في النجف خصوصا والعراق عموما، فيما أعاد بيان صالح محمد العراقي تأكيد المقاطعة وطرحها كخيار إصلاحي من خارج البرلمان، لكن نوابا يرون في غياب الصدريين خللا بنيويا يضرب المؤسسة التشريعية. انسحاب الكتلة الصدرية من الدورة الخامسة أخل بآليات عمل المجلس وبإنتاج المجلس، وجعل ميزان في داخل المجلس هو بكفة واحدة وليس بكفة متعادلة لغرض أن يكون الإنتاج أوسع وأنضج، وبالتالي يعني أصبح خلل كما يسميه الكثير من المراقبين، أصبح مجلس الخاسرين وليس مجلس الفائزين. أنا أعتقد أصاب العملية الانتخابية خلل كبير، وعادت إلى المربع الأول وهو إيجاد تحالفات لا تربطها روابط فكرية ولا منهجية، بقدر ما بحث عن مقعد وبحث عن منصب تنفيذي وهكذا. في المقابل يرى خبراء الشأن السياسي في المقاطعة تهديدا لشرعية العملية السياسية، وعلى الرغم من أن أسباب المقاطعة واضحة فإن تداعياتها تبدو أعمق مما يتم الحديث عنه. قطب الرحى للعملية السياسية هو التيار الصدري. ابتعاده ومقاطعته لهذا الجمهور الكبير يسبب خلل كبير في توازن القوى السياسية. التيار الصدري منظم، التيار الصدري لديه ماكنة انتخابية مميزة، وهذا الخلل يعني تدمير العملية السياسية. أوصف هذا تدمير العملية السياسية بعدم اشتراك التيار الصدري. وبين أصوات سياسية ترى في المقاطعة تهديدا لبنية البرلمان وأخرى تعدها ورقة ضغط للإصلاح، يبقى المشهد معلقا على ما تقرره صناديق الاقتراع. تخوض النجف انتخابات بلا حضور لأكبر قوة جماهيرية منظمة، فيما تحاول بقية القوى سد الفراغ، لكن غياب التيار الصدري لا يبدو تفصيلا عابرا بل اختبارا لمدى قدرة النظام السياسي على الاستمرار من دون أحد أعمدته. من النجف حسام الكعبي، UTV.